ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انت اول مره تشوفوني وانا واقفه في المطبخ. النهارده هتكلم عن كل انواع الحلل اللي موجوده في العالم مش هنا بس، وايه مميزات وعيوب كل نوع وطريقه استخدام كل واحده. اول حاجه معانا اللي هو الحديد الزهر، ما يقدر على القدره الا ربنا صراحه. يعني عايزه ده تطبخي فيه تجيبي جوزك اي حاجه، ويكون بيلعب كمال اجسام مش هقدر يشيل ده. والاستانلس والتيفال والجرانيت والسيراميك. اول حاجه معانا الحديد. الحديد ده من افضل ادوات الطهي اللي بنستعملها، ودي حاجه موجوده من زمان مش دلوقتي. في عندنا حديد بيور اللي هو اللون ده، وفي الحديد اللي عليه طبقه ازاز بس هو مش متوفر عندنا دلوقتي. ايه مميزات الحديد؟ معمر جدا، الاكل بيطلع فيه طعمه حلو جدا لانه بيسخن. وبعد كده لو هو دخل في الاكل جزيئات حديد بتكون برضو مفيدة لينا مش مضر. ايه عيوب الحديد بقى؟ تقيل جدا، غالي جدا جدا جدا. يعني ممكن الطاسة دي تبقى مثلا ب2000 ونص 3 وممكن اكتر من كده. مشكلته ان انا لازم بعد ما استخدمه لازم انشفه كويس جدا وادي طبقة زيت زي ما انتوا شايفين. لو سبته من غير المادة الدهنية هيصدي ومش هينفع استعمله تاني، ومش بيدخل طبعا غسالة الاطباق لانه لو دخلها طبيعي هيكسرها فمينفعش ندخل اساسا. هو ده الحديد. بعد كده عندنا الاستانلس. لازم لما تختاري استانلس لازم يكون مكتوب عليه 18/10. عندنا 3 انواع من الاستانلس. في عندنا البيور وده مش حلو ابدا لانه مش بيسخن، بياخد وقت طويل لغايه ما يبتدي فيه حراره عاليه. بعد كده عندنا الاستانلس ال3 طبقات اللي هو الاستانلس ونحاس وستانلس، نقول درجه وسط لانه مش بيكون ماده كويسه لتوصيل الحراره. بعد كده عندك الاستانلس الكويس اللي هو 5 طبقات اللي هو ستانلس، حديد، ألومنيوم، كروم، استانلس، وده اللي بيكون مكتوب عليه 10/18 او 18/10. لما تيجي تجيبي استانلس لازم تكون الحلل الايد بتاعتها ملحومه فيها، وده الكويس. ايه مميزاته وايه عيوبه؟ مميزاته ان هو معمر جدا، ان هو يعني كويس جدا للصحه ما فيهوش اي مشكله، انه في نفس الوقت سهل التنظيف وبيدخل غسالة الاطباق. ايه عيوبه بقى؟ عيوبه ان هو بيلزق فيه الاكل، ودي ليها طريقه معينه لعدم لزق الاكل فيه، ان هو لازم يكون سخن. بتحطي زيت وسمنه كتير جدا، ما ينفعش اجيب حاجه ساقعه احطها فيه، لازم الحاجه تكون بدرجه حراره الغرفه. عندنا الحلل التفلون اللي هي مش بتلزق، لو احنا جبناها رخيصة ده شيء مدمر للصحة، وقلت الكلام ده وهقوله 1000 مرة. ازاي اعرف الحلال الكويسة؟ اللي مكتوب عليها BTFO. عندنا بعد كده الحلال التفلون، ودي بتكون 3 انواع. يعني ايه تفلون؟ اللي هي الناعمة او الملسة اللي ما بيلزقش فيها اي اكل، ودي بتكون تيفال، جرانيت، سيراميك. هما ال3 نفس المدرسة مع اختلاف المادة اللي محطوطة جوه الحلة. عندنا اللي مكتوب عليها BTFE هي دي الكويسة. لو لقيتي مكتوب حاجة غير كده ما تجيبيهاش. ايه الفرق بقى بين كل واحدة والتانية؟ هو الحقيقة مفيش فرق غير ان احنا نحافظ عليهم ونتعامل مع كل واحدة بالشكل المناسب ليها. اول حاجة التيفال، والتيفال ده في كل بيوتنا، ده ما يتحطش على درجة حرارة عالية، عايز نار متوسطة، عايز سيليكون، ما ينفعش معدن اطلاقا، لو اتجرح يترمي، ده اقصر عمر فيهم وهو التيفال. بعد كده عندنا الجرانيت. بعد كده عندنا السيراميك طبعا اكتر حاجة ما بيلزقش فيها الاكل، علشان كده احنا بنستعمل سمنة وزيت فيه قليلة وممكن ما نستعملوش خالص. بس اول نوع من الانواع دي بيتجرح، ولو اتجرح لازم يترمي، ما ينفعش نستعمله تاني. وبرضو لازم نستعمل معاه سيليكون، ما ينفعش غير كده. وبرضو ما يكونش على درجة حرارة عالية، تكون درجة متوسطة. لما بيسخن بيطلع دخان احنا مش حاسين بيه، وده كل الانواع مش السيراميك بس. الدخان ده خطر جدا علينا. طبعا ده اقل عمرا هو السيراميك من الجرانيت. الجرانيت بقى معمر بس فيه مشكلة انه بيلزق فيه الاكل شوية، فلازم معاه سمنة وزيت. كل الانواع دي ما تخشش غسالة الاطباق،
هي بسبونج بس تتعمل على طول، حتى ما نحطش فيها حتى ليفه ناشفه او جامده شويه، لا، هو مجرد انك تحطي فيه ميه وتحطي فيه المسحوق بتاعك وتسيبيه شويه وبعدين نعمله بالسبونج هو ينضف. في اتجاه دلوقتي للفخار، وطبعا ده اصح حاجه موجوده، بس يقولك الكويس ما يكونش عليه دهان، يعني من جوه ما يبقاش واخد اي طلي اساسا، ما يبقاش مطلي من جوه خالص. وطبعا لازم يجي من مكان كويس لما تحطيه على النار، لان لو انت جايباه من مكان مش مضمون او انت بتشتريه ما اكدتيش عليه انه ما يتحطش على النار، يعني ما سالتيش يتحط او ما يتحطش، يبقى ما تستعملوش على النار. لكن لو انت سالتي انه بيتحط على النار وتمام، حطي على النار، بس برضو تكون النار هاديه جدا. انا جربت الموضوع ده ان انا بحمر فيه، ان انا اعمل فيه اكل، بس بوطي النار قوي عليه. طبعا ده اصح شيء موجود ومصري ورخيص وكتير ومتوفر، وفي منه اشكال كتيره دلوقتي. بقى فيه القاروره اللي بتحطي فيها الاكل كله مع بعضه وتقلبيه وبعدين تحطيه في القاروره دي ويدخل الفرن، فطبعا احنا لو اتجهنا ليه برضه هيبقى كويس جدا على صحتنا. وبكده انا وريتكم كل الحلل الموجوده في مصر وبره مصر. لو في معلومه انا ما قلتهاش او حاجه قلتها غلط ممكن تقولها لي في الكومنت. والبرنامج اصلا علمني وعلمك، انا اكيد مش عارفه كل حاجه وفي ناس كتير اشطر مني، مستنيه رايكم في التعليقات. باي باي.